فكل الفكره ان البوست ده كان بيتكلم على ان الكي ان اكس غالي، اللايسنس غاليه بتاعته، الديفايسز بتاعته غاليه. احنا مش عارفين احنا بنستخدم حاجه غاليه ليه في البروجكت بتاعتنا رغم ان في حاجه او سوليوشنز تانيه. بس فخلينا نرد على البوست ده بطريقه لطيفه جدا، وخلينا ناخد مثال. ناخد مثال وهي الغسالة. ايوه زي ما بقول لك كده، الغسالة لو شخص قادر ان انا اغسل هدومي بايدي مش محتاج الغسالة في حاجة، فايه اللي انا هعمله؟ مش هشتري غسالة، مش هجيب غسالة في البيت، اجيب طبق واغسل هدومي. انا حابب كده وانا عايز كده، انا ما عنديش مشاكل. هضيع مجهود، ايدي بقى هتبوظ، هيحصل كذا هيحصل كذا، انا حر. هو ده اللي انا عايزه، تمام. اوفر في الغسيل، اوفر في كذا، اوفر في كذا، هو ده اللي انا عايزه. انا حابب كده. هل انا غلطان؟ انا مش غلطان، انا حر، انا بحب كده. في حد تاني لا، انا ممكن اجيب الغساله القديمه. في غساله قديمه كده زمان واحنا صغيرين كان في غساله قديمه فيها موتور من تحت كده بتلف وخلاص، بس كل الفكره ان انت محتاج تنقع الهدوم، ومحتاج ان انت تنشر الهدوم، ومحتاج ان انت تفرز الهدوم كده وتختار الهدوم. وكل الفكره بتروح مالي الغساله دي ميه، وبعد كده بتروح رامي الهدوم في الغساله. والغساله ما هي بتعمل الا ان هي بتقعد تلف وبتايمر كده بس، يعني ما بتعملش حاجه اكتر من كده. فهي هتوفر عليك الدعك، توفر عليك حاجه، جزء واحد من الاجزاء كلها. فدي الغساله عاديه، امور لحد دلوقتي لسه في ناس بتبيعها على فكره اوفر، وانا هضيع وقت مش مشكله، على الاقل ان انا شلت حاجه اللي هي هتبوظ لي ايدي وريحت الدنيا. في واحد تاني قال لا انا مش عايز كده، اجيب غساله اوتوماتيك، تمام، هي تشطف وتنظف الهدوم وتغسل الهدوم وتعمل وكل حاجه، وانا بس احط فيها الهدوم وخلاص، ما عليا ان انا اطلع الهدوم وانشرها وانتهينا. الراجل ده تمام، فرع نفسه وقت طويل قوي، بس هو اشترى غساله، واشترى غساله اوتوماتيك ودي غاليه مش رخيصه. في واحد تاني قال لا انا عندي مشكله في الغساله الاوتوماتيك دي، وهي ان احنا لما بنحط الهدوم البيضاء مع الهدوم الالوان بتبوظ الهدوم وبتخرب الهدوم وبتعمل وبتسوي ومش عارف ايه. فانا هروح اشتري غساله فول اوتوماتيك فيها بروجرامز وبرامج ان هي تقدر تظبط لي بقى، تفرق لي ما بين الالوان ومش الوان وكذا وهكذا وهكذا. فهي دي هتقدر توفر لي القصه دي، فراح اشترى الفول اوتوماتيك وهي اغلاهم. فكل واحد بيختار بناء على الطلب اللي هو عايزه. احنا في الاوتوميشن نفس الكلام، عندنا شخص ما بيحبش الغسالات فما بيحبش الاوتوميشن اصلا، فبيشغل السيستم بتاعه في البيت كونفنشنال. طيب احنا كده كده مهندسين كهرباء يعني، فاحنا مش فارق معانا، احنا هنشتغل له برضه وهنعمل له كهرباء وهنشغل له فيش وهنشغل له كل حاجه، بس مانيوال عادي، كونفنشنال سيستم يعني، مش هنعمل له اي حاجه. في واحد تاني لا، بص انا مش عايز البيت كله يبقى سمارت، انا عايز حاجات معينه، عايز الاضاءه بس، عايز الشاترز بس. مش لازم اجيب له كي ان اكس، مش لازم اجيب له سيستمز غاليه زي كنترول 4 وهيلان كريستون، مش لازم اجيب له كل الكلام ده. بكل بساطه ممكن اجيب له حاجات بلاج اند بلاي سهله، ممكن اديها له في ايده هو يركبها، انا مش محتاج ان انا اركبها. ودي من اكتر الحاجات اللي مهندسين الاوتوميشن ما بيحبوهاش، لان هي بلاج اند بلاي، انا مش محتاج اعمل لك حاجه. انت ممكن تشتري الحاجات دي عادي من امازون وتاخدها وتركبها عندك في البيت. انا مش عارف انا جاي ليه، مش بتفيد في حاجه، بس هي ما بتخليش البيت سمارت. يعني البيت ما بيبقاش سمارت لان البيت بيبقى انت بتتحكم بس في الاضاءه فقط، او متحكم في الشاترز بس. لكن لما تحب تربط الشاتر مع اللايتنج لازم تدور بقى على ابلكيشن يربط الاثنين مع بعض. عايز اربط التكييفات انا اشتريت براند ثالث اصلا بيربط معاهم، فمش عارف اربطه على نفس الابلكيشن اللي عندي. يعني مش كلهم بيتكلموا بنفس اللغه زي ما بنعمل في الكي ان اكس، ولذلك الكي ان اكس ده هو المرحله الثالثه. يعني احنا اتكلمنا الاول على واحد عايز كونفنشنال، وده زي الراجل اللي هو مش عايز يغسل هدومه بالغساله. وفي بقى الواحد اللي هو جاب غساله عاديه اللي بتدور، زي بالظبط مثال الحد اللي بيستخدم الاجهزه البلاج اند بلاي السهله للتركيب. وواحد ثالث جاب الغساله الاوتوماتيك، وهو ده اللي جاب الكي ان اكس وقال انا هعمل بقى سيستم مترابط كله مع بعض. بس ايه مشكلته؟ ما بيديلكش فول انتجريشن، يعني ما بيديلكش في بعض الحاجات في الكي ان اكس صعب ان انت تعملها فول انتجريشن. هي بتتحل وبتقدر تعملها. يعني مثلا الكي ان اكس في الاوديو فيديو موجود فيه امبليفايرز، في شركات بتنزل امبليفايرز اوديو فيديو، تمام، ولكن هو مش احسن حاجه، ولكن هي مش افضل حاجه. فعندي الحل، عندي الحل في كي ان اكس، عندي الحل في كي ان اكس. على الاقل البيت دلوقتي بقى سمارت، اقدر ان انا اتحكم في التكييفات مع الاي سي مع كذا، اقدر اعمل السيناريوز، اقدر اعمل كل الكلام ده. فالموضوع بالنسبه لي اتحل. ولكن في بقى حاجه رابعه خالص، وهي الكنترولز او السيستمز اللي هي بقى بتبقى فول انتجريشنز مع بعضها. بتقدر تعمل انتجريشنز مع مالتيبلز مع سيستمز كتير، ولكن هقول ان هي براندات من البراندات العاليه جدا، تمام. وبلس ان هي كمان بتعمل انتجريشن مع الكي ان اكس اللي هو الاوبشن الثالث بالنسبه لنا. فانا عندي حلول كتيره قوي ان انا احول لك بيتك لسمارت هوم كامل، زي الفول اوتوماتيك، زي الغساله الفول اوتوماتيك يخلوا لك هوم فول اوتوميشن. وده بيخلينا نقول ان لولا اختلاف الراي في العملاء، او لولا اختلاف الشخص في الحاجه اللي هو عايز يشتريها، تمام، هو ده اللي بيخلينا نقول احنا نشتغل بايه. فمثلا خلينا نتكلم عن حاجه بسيطه. انا دلوقتي شركه وبشتغل بحاجات مثلا تشاينيز او حاجات بسيطه، بس انا عارف ان ده العميل بيحبني. فنوعيه الزباين اللي انا بترجتها او بختارها، تمام،
هي نوعيه الزباين اللي بتبقى محتاجه كده وعايزه كده. وفي نفس الوقت انا بحكم على الشركه اللي هي بتتعامل مع براند قوي جدا وبتتعامل مع ناس كتير، بقول عليهم غاليين قوي، سعرهم غالي قوي، ومش عارف ايه وليه بيستخدموا كل ده. انا ممكن اعمل لك كل الكلام ده بسعر اقل، حلو جميل مفيش اي مشكله. بس في نفس الوقت الشركه التانيه اللي هي شايفه ان هي بتشتغل بحاجه غاليه، وانت بتشتغل بحاجه ارخص منها، تمام، هي شايفه ان هي بتشتغل ببراند كويس ما فيهوش عالي الكواليتي واقوى حاجه، وانت تمام بتشتغل ببراند بالنسبه لها رخيص، ما بيطلعش كل حاجه، ما بيعملش كل حاجه، وما بيعملش كذا. وللاسف لو قدرت ان انت تخش معاها في جدال، او قدرت تخش في جدال ما بين ان انت تقارن ما بين الغساله اللي بتايمر، تمام، والغساله الفول اوتوماتيك، اكيد مش هتعرف تقارن ما بين النوعين في التكنولوجيا او في الاسلوب. لان انا مهما عملت او دفعت فلوس في سيستم، السيستم ده غالي، هيديني اوبشنز اكتر اكيد من السيستم التاني الرخيص، تمام. ودي حاجه طبيعيه، دي حاجه طبيعيه. انا مش هشتري سيستم، انا كمهندس اوتوميشن على فكره انا بتكلم عن كل السيستم. لذلك الخناقه الدايره دايما ما بين اي سيستم انتجريتورز، ده بيشتغل ببراندات غاليه، ده بيشتغل ببراندات قليله، ده كذا ده كذا، دي انا شايف ان هي ملهاش لازمه. مطالب مننا كلنا ان احنا نعرف كل البراندات. انت مطالب منك ان انت تعرف من البراند القليل الرخيص للبراند الغالي، ده المطالب منك ان انت تعمله. ليه؟ لان انت مهندس اوتوميشن، انت اسمك سيستم انتجريتور، انت مش اسم البراند، انت مش البراند نفسه هيوزك كسيستم انتجريتور لبراند واحد. ده غلط، ده غلط ومش صح. انت لازم يكون عندك كل الحلول، لازم لما العميل يجي لك ويقعد يقول لك انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، انت عندك كل الحلول. لذلك الشركه اللي بتقدم فول سوليوشنز هي اللي بتبقى مريحه للعميل، ان هي بتقدر تجيب له من هنا وتجيب له من هنا، وتركب ده وتركب ده وتركب دي، ودي شغلتنا احنا سيستم انتجريتورز. ولو في اي كومنتات او اي تعليق على اللي انا اتكلمت فيه ده، يا ريت تقولوا لي كومنتات، وانا مرحب بكل اي كومنتات. وده كان رايي في الموضوع اللي انا اشتغلت فيه من سابق خبرتي في الاوتوميشن وفي السيستمز وفي الحاجات اللي انا شفتها، وجربت اشتغلت بده وده وده وده، ولقيت ان في فروق كبيره قوي ما بين السيستمز. فده بناء على خبره التجربه مع السيستمز دي واكتشاف، ودي الناتج اللي بقول لكم عليه في الاخر يعني. فلو حابين ان انتوا تقولوا اي كومنت او اي حاجه، انا معاكم مفيش اي مشكله، ومنتظركم ان شاء الله. اشوفكم على خير.